السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم في فيديو جديد. سانت إتيان في مفاوضات متقدمة مع أونجي لضم عبدلي، هذا ما نتعرف عليه في هذا الفيديو. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم جميع الفيديوهات الجديدة. وبدون إطالة نبدأ الفيديو على بركة الله. قرر نادي سانت إتيان العائد إلى دوري الأضواء الفرنسي المرور إلى السرعة القصوى فيما يتعلق بملف انتداب الدول الجزائري حماد عبدلي ضمن صفقة فترة التحويلات الصيفية الحالية، بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع نادي أونجي الموسم المنصرم، فيما أصبحت إدارة هذا الأخير منفتحة لبيع عقد لاعبيها في حال تلقي عرضا مرضيا. وكشفت تقارير صحفية فرنسية أمس بأن مسؤولي نادي سانت إتيان يريدون إتمام صفقة انتقال عبدلي بأقصى سرعة وضمان خدمات اللاعب الشاب في إطار تدعيم الفريق تحسبا للموسم المقبل. وقال موقع فوت سبور بأن إدارة سانت إتيان دخلت في مفاوضات متقدمة مع نظيرتها من أونجي للتوصل لاتفاق يقضي ببيع عقد نجم الخضر، حيث ينظر على أنه تعزيز مهم لسانت إتيان الذي بدأ المناقشات حول انتقاله من هذا الصيف. وأضاف المصدر ذاته بأن مسؤولي نادي أونجي أصبحوا لا يمانعون تحويل عبدلي إلى نادي الأخضر، لكن بشرط تلقي عرض مالي مناسب، بما أن اللاعب لا يزال مرتبطا بعقد مع الفريق إلى غاية صيف 2026. ولا يعتبر سانت إتيان النادي الوحيد المهتم بخدمات عبدلي، حيث يتواجد ضمن مخططات نادي ليتشي الإيطالي الذي يرغب في ضمه هذا الصيف، وقد يقلب هذا الأخير الطاولة على الفريق الفرنسي في حال تقديمه عرضا ماليا مقنعا لإدارة أونجي. وساهم عبدلي بشكل فعال في صعود أونجي للدرجة الأولى الفرنسية بعدما سجل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، فضلا على تواجده ضمن التشكيلة المثالية.